باش نصاوب واحد الدوكيمون جديد ديال مايكروسوفت اوفيس وورد جديد، فهناك طريقتين. الطريقة الأولى هو أن نذهب إلى مكان فارغ ونضغط على الزر الأيمن، ثم نختار نوفو. من خلال قائمة نوفو نرى أن هناك الكثير من البرامج التي يمكننا إنشاء ملفاتها. من بين هذه البرامج نجد دوكيمون مايكروسوفت وورد. بعد ما نضغط عليه يطلب منا أن نعطي للملف اسم، على سبيل المثال تيست واحد. هذا بخصوص الطريقة الأولى. أما الطريقة الثانية فهي نذهب إلى منو ديماري، بعد ذلك نكتب كلمة وورد فيظهر لنا من بين النتائج البرنامج الوورد. بعد ذلك نقوم بالضغط عليه فيظهر لنا على هذا الشكل. هنا نجد مجموعة من النماذج الجاهزة التي أتت مع الوورد، وهنا نجد مجموعة من الملفات التي كنت أعمل عليها سابقا. من بين هذه القائمة أختار دوكيمون فياكش، فهنا تظهر لنا الواجهة التي سنشرحها الآن.